الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر للجزائر سجلت اهتماما كبيرا لدى الصحافة العالمية التي خصصت حيزا واسعا لتغطية هذه الزيارة، معتبرة إياها خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الحوار في عالم يشهد توترات متزايدة. صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية سلطت الضوء على الزيارة التاريخية للبابا ليو الرابع عشر إلى الجزائر، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تعزيز الحوار. من جهتها أكدت الجارديان البريطانية على البعد الجيوسياسي للزيارة، معتبرة إياها جزءا من ديناميكية أوسع للدبلوماسية الدينية والسعي للحفاظ على الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. عنوانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC على موقعها الإلكتروني أن ليو الرابع عشر يصبح أول بابا يزور الجزائر في مستهل جولة إفريقية الكبرى. أما صحيفة واشنطن بوست الأمريكية لفتت أن البابا ليون الرابع عشر يبدأ أول رحلة بابوية له إلى الجزائر بهدف تعزيز ثقافة التعايش في ظل الصراعات العالمية الحالية. ولفت موقع الشرق الأوسط إلى أن الزيارة تاريخية وتحمل رمزية بالغة، إذ لم يسبق لأي بابا أن زار بلد مسقط رأس القديس أوغسطين أحد كبار المفكرين المسيحيين. بدورها اعتبرت وكالة الأناضول التركية أن هذه الزيارة التاريخية لها بعد رمزي بالنظر إلى انتماء الحبر الأعظم إلى المذهب الأوغسطيني نسبة إلى القديس أوغسطين المولود بالشرق الجزائري. هي زيارة تاريخية تحظى بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، تعكس المكانة الرائدة للجزائر في نشر ثقافة الحوار والتعايش في العالم.